اعتنقت الإسلام من بعد ما كانت كتعبد الشياطين، والقصة ديالها كانت أكبر فضيحة في ماليزيا، وكانت قضية رأي عام. موندي بنت من إندونيسيا في 2021 كانت الظروف ديالها صعيبة شوية، وكانت كتنعس غير في الزنقة. واحد النهار جا واحد الشخص فيقها من النعاس وقدم لها يد المساعدة. هاد الشخص هو إيبيت، أشهر داعية في ماليزيا. إيبي تقدم لها الدعم كامل اللي تحتاجه، فقدم لها المساعدة هي وولدها، عطاها الفلوس، داها معاه لماليزيا، عطاها دار ولا كيصرف عليها، وكذلك خلاها تسلم وتولي تلبس الحجاب. ومن بعد موندي اختفت على الأضواء حتى 2022. طلعت في واحد البودكاست وهي محيدة الحجاب وكتقول أن إيبي تستغلها جنسيا. من بعد ما انتشر هادشي اللي قالت موندي في مواقع التواصل، طلعوا بزاف ديال البنات اللي قالوا ان ايبيت كان كيتحرش بهم. ومن بعد ما ولات هاد القضيه قضيه راي عام، فايبيت كيتشد في الحبس وكيبقى في الحبس عام حتى 2023، وكيخرج براءه، لان ما كاين حتى شي دليل على هادشي اللي كتقول موندي، وهو اللي كيرفع عليها دعوه ديال التشهير وكيطالب بالتعويض.